وأحسن خاتمتنا يا ذا الجلال والإكرام. وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا على الأكتاف حملونا. اللهم ارحمنا إذا وسدونا التراب وانقطع عنا الأهل والأحباب. نور علينا قبورنا يا ذا الجلال والإكرام. اعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لآبائنا ولأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم على قيد الحياة فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه يا ذا الجلال والإكرام، واجزه عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين عامة والشباب الحاضرين خاصة. اللهم احفظهم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظهم من الشلل الفاسدة. اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. هم قد وقفوا بين يديك يا ذا الجلال والإكرام. وفقهم لما تحبه وترضاه وثبتهم على الطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي نساء المسلمين عامة والنساء الحاضرات خاصة. اللهم زينهن بزينة الحجاب والعفاف. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين من أرادهن بسوء أو مكروه اللهم أشغله بنفسه. من أراد أعراض المسلمين بسوء أو مكروه أرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تصلح أولادنا. اللهم أصلح أولادنا. اللهم أصلح أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين من يسعى إلى إفساد أبنائنا اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا الله في هذه الليلة المباركة، نسألك يا ذا الجلال والإكرام